مرحبا. أهلاً. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تعرفين عليك؟ نعيمة سمرين من البيرة. اهلا وسهلا فيكي نعيمه، كيف معلوماتك العامه؟ جيد جدا يعني. كويس. اه بتمشي حالك اه طيب تمام. معرض وايت وينجز مسوي معي برنامج، برنامج الصندوق. طبعا هذا الصندوق هو عباره عن اسئله موجوده في قلبها في هذا الصندوق، وعليك انك تختاري سؤال من هالاسئله اللي موجوده ونشوف كيف اجاباتك. شو رايك؟ تمام. طبعا معي انا خواتم ذهب وكاش 100 شيكل وكاش 50 شيكل، وان شاء الله بيكون حظك كويس. بس انا بدي احكي لك شغله، معرض وايت وينجز عشان اعرفك عنه، هو معرض موجود في الخليل على دائرة السير، طبعا في برج العرب الطابق السابع. تمام. هو بيختص لكل وحده بدها تتميز في بدله زفافها في يوم عرسها. يعني اي وحده بدها بدله زفاف تكون مميزه عن بقيه الناس. انا بعرف هذا الاشي يعني بيعنوا فيه السيدات، صح؟ صح. تمام. طيب شو رايك نجرب حظك؟ يلا. بدك تنقي إشي من الصندوق، بس مش الشغلات الغير الوراق. شو في جوا الصندوق؟ في أشياء كتير. خلص طيب تمام، نقي لي ورقة. أوكي. طيب قبل ما تقرأ السؤال أشوفه. ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ حلو. آه أحكي لك شو جائزته؟ 100 شيكل كاش. تمام. الجزائر. أكبر. كمان مرة اقرأ السؤال كمان مرة. ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ يعني مش مصر؟ لا مصر. السعودية؟ السودان. مش أنت شو حكيت أول إجابة؟ أول شيء حكيت الجزائر. خلص. يعني أنت بدك تعتمديه ولا بدك تفكري في إشي تاني؟ الجزائر. الجزائر أو السودان. الجزائر أو السودان. هذا طبعا السؤال إحنا امبارح وقبل ما نطلع في البرنامج انسألنا السؤال نفسه وقعدنا نحاول إنه نختبر حالنا في الموضوع. اوكي، يعني اختار من الاجابتين اللي حددتهم ولا انت بدك تختاري ايش؟ الاولى؟ الاولى خلص. دائما خلص الاولى هي بتكون الاشي. تمام. طيب اتفضلي، هذا اشي من وايت وينجز، من معرض وايت وينجز، فيك تفتحيه؟ اوكي، اول شيء السؤال. اعطيني السؤال. اوكي. يسلموا. العفو. مبروك عليك الهدية. الله طبعا الإجابة صحيحة هي الجزائر. كل الاحترام لك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وكمان أسرة وايت وينجز بتحكي لكم إنه دائما كونوا موجودين معهم وتابعوا صفحتهم على الفيسبوك والإنستغرام. ان شاء الله. خلص هلا بتابعهم. تحياتنا لك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا جزيلا. عفوا.